الدولية، وذلك بحضور أغلب اللاعبين الذين وصلوا طباعا إلى كرون مونتانا بسويسرا في أجواء مميزة حسب مراسلنا من هناك كريم أيت عثمان. كرون مونتانا مدينة المناظر الخلابة، السياحة والهواء النقي، كانت وستبقى قبلة المنتخبات الكبيرة التي تختارها لتحضير المواعيد الكبيرة. ولأن الجزائر عادت إلى مصاف الكبار كرويا، فقد فضلت أن تحضر لمونديال جنوب إفريقيا وسط هذه المناظر التي تضمن أحسن تركيز وتحضير. فندق جران بالاس هو مكان إقامة المنتخب الوطني على ارتفاع 1600 متر عن سطح البحر. هنا كل الظروف مواتية للابتعاد عن الضغط وضمان التركيز المميز. لحد الآن وصل 14 لاعبا من أصل 25. سهل يقلق هذا الأمر المدرب الوطني رابح سعدان. كما يقول لك تبدا بكري مليحه لينا، مهما العدد ماهوش موجود، ولكن حنا كنا ننتظروه. واكيد باللي في الاسبوع، في بدايه الاسبوع الاول، يعني من 17 ماي الاغلبيه تاع اللاعبين ان شاء الله تكون هنا باش تعسكر ويديروا على الاقل شي 19 ايام في الارتفاع. من بين الاسماء الحاضره وجه جديد يعد بالكثير، انه قد يرى الذي يتحدث حصريا للتلفزيون الجزائري. J'y crois, Inch'Allah, on a une bonne équipe, de bons joueurs, un bon cœur, donc Inch'Allah, avec, comme on dit, un cœur vaillant, rien d'impossible. كريم زياني الذي يعد رقما مهما في معادلة المدرب الوطني رابح سعدان يعول كثيرا على هذا الطرابلس للعودة بقوة. On peut dire que rien ne remplace la compétition, c'est clair. Bon, c'est vrai que j'ai travaillé, je me suis entraîné. Normalement, j'ai beaucoup travaillé physiquement. Maintenant, on a encore un mois de stage, on a 2 matchs amicaux, Inch'Allah, pour être bien lors des matchs. اللحظات التي قضيناها اليوم مع عناصر المنتخب الجزائري جعلتنا نشعر برغبة كبيرة في نفسية اللاعبين لتحقيق تألق جديد. قد ما نقربوا، قد ما لا بريسيون تزيد، قد ما لانتونسيون تزيد، on sera plus concentré. ان شاء الله حنايا واش نقول لك نبريباريو كيما يلزم، كيما يلاق، ونكونوا ان شاء الله اون فورم. على كل حال ما يتخوفوش، كيما هو كاين 3 مهاجمين نقدروا نزيدوا لهم مطمور، باش مطمور يلعب مهاجم في فريق وعنده الاكسبيريونس باش ديجا لو اتاك، نقدروا نقولوا 4. وعندنا ثانك لي ميليو تيران اوفونسيف اللي يقدروا يلعبوا مهاجمين، ثم من الناحيه هذه ما كانش مشكل. كل الظروف اذا توحي بتحضير من اعلى مستوى في هذا المركز الذي تعاقب عليه اكبر واعرق الانديه والمنتخبات. المنتخب الجزائري يبدا الامور الجديه ابتداء من الغد، والكل يرغب في أداء تحضير يليق بمستوى المونديال ويسمح للمنتخب الجزائري بالذهاب بعيدا في أكبر حدث عالمي. كريم أيت عثمان، مبعوث التلفزيون الجزائري إلى كرون مونتانا سويسرا. هذا وبإمكان اللاعب الدولي نذير بالحاج المعاقب من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم